أنا ثيم مارزينا خضر كمين بعشير بقرم من مواليد 1968. ديري بدايتي كدراسة بدينا من مدرسة قرقوش الثالثة البنين أيام زمان. دي أساتذة أستاذ جرجس سلام حاسيلي، جرجس برهاوي، أستاذ سالم محنة 16، وأستاذ يوحنا إينا، وأستاذ محمد رشاد، ومدير أستاذ برنارد شيتو، ألام حاسي كلهم. خلصت ابتدائية زلي متوسطة ب 1980 بيماثل أول يماثل حرب العراقية الإيرانية. خلال هذه الفترة مدومنا المتوسطة دياب إعدادية دياب صناعة، بطرح مخرج نزلنا الإعدادية دياب صوب مستشفى، بعد إعدادية دياب مستشفى مدومنا تامة السادس. خلصي سادس تامة سادس علمي، زلي المعهد تقنية حاسبات. من قبلي كلية زراعة بس جماعة مميلا لا حاسبات بيشتغل. المهم ديري معهد التيشن بعدين زلنا العسكرية. خلال هاي الفترة سوالا طبعا فرق رياضية كنت ألعب كرة قدم خلال هاي فترة شباب ديدا، سوالا فرق، سوالا تجمعات، سوالا فتوة، سوالا طلايع، سوالا حيل شغلات، سوالا مشاركات، سوالا دورة تصوير موجودة وستا فرج نيسان بتمس هو مسؤولين فترة طلايع، تطوالا الموصل وزوالا تصوير مواقع تطوالي أول بوقتها بهاي فترة صف سادس يا ابتدائي ثاني متوسط، من سادس إلى ثاني متوسط. وسوالا تجمعات طلايع فتوة ومهرجانات الربيع، كل المشاركات خلال هاي فترة بس ممتعة وحلوة. دينا شغلة فرقة سوالا خرواثة أثرناي حيلة أثناء دراسة جمع أخو بغداد. أخني سوالا مسجلات كيخو زوينهم أيام زمان فكشم أخوة كاسيتات أثوري حيلة. فبدينا فكرة أخني بسوالا عدنان سعيد بكتة ورعد صبيح، رعد صبيح بغدادي بس أخني وعدنان آخي أخوة. المهم تصير فكرة حصل لي وهس فرق وخاز اخوة التلفزيون وخاز اخواني خروات كزوان حفات منه واثرناي وكركوك، فحصل لي وهس سمحني بدي تدريب يعني ديوان هذا سوالا ساعدوا عزف وجيتار ساعدوا لكن بماني كمين بحنا بيش كمين يمكن. المهم يعني حصلوا على فكرة عندهم دربخ دولة نقضى فرقة بغداد. هذا حكي ب86 وهيدي مطويرة فكرة سواء بسام أرزينا بحاجو أو كعزف أورك، سواء خلنا برطلاية سلوان ورعد صبيح سواء درامز، وبدينا فكرة هيدي مشكم دربخوا بنادي الرياضي أخني قبطخوا مقاولات وغديك الزوال تدريب باني وماثك مغاطخ ولا على موت مندي ليه واختيره بوقتها ولك شوقي ونشواثن فكم ذخوا على شغله بقنوه. المهم هل بدك من له هل الوقت كان ب 88 يوم ده هو بيانات اخني جنود ياخذ طلاب تدريب اورولا فقاعد احصل هذا بيان وخلصوا على حرب العراقيه الايرانيه
وذوان أول حفلة كنت مقرة حزب لأيام زمان، دي حاليا موقع الأمن الوطني. أول حفلة كمودخ على 8/8/88. فبديوا على فكرة إنه لازم نطورق بشحيرة، لازم مسح فراغ بشحيرة، من دي مساعدة على شغلة في لبالا شغلة تسجيلات، فلازم دولك تسجيلات. أنا بعد عسكري كينوك من دوم من بغداد غدير كي واخا أخوني، فأهو مستلم محل وأنا كمان أنا مجهز من بغداد. أنا في بغداد مشغل إثوالي شغلي تام بتسجيلات بغداد الجديدة، بتسجيلات الاعتماد وبتسجيلات حكمة شعب اللي هو أيام زمان حكمة. المهم ديلي من تاما مشوار ديلي شوري من تاما وعسكريتي إثوالي نزول يومي ودوامي التسجيلات من باصر وقت العسكرية. كم جاهزين وفراغ وكم جاهزين ونسخ كاسيتات وكم شينو دا بغداد داخل. وهل بديلة هيدي مطويرة شغلتن وبشتيلة علاقات مناشي ومغنين وأهل الاستوديوهات وأهل الأجهزة وبديلة هذه حياتي. هل مسرح لي من بغداد، مسرح لي بعسكرية ب93 في والي أخذ بغدادك ممثل موال المحل أنا رخودي، وبديلي من دا فترة من 93 كي من بعد المحل وهلدها دينا متسجيلات تقريبا آخر يرخد قيطة بالضبط، يعني يرخد 8 تشعب ديلا 89 مثيوالا إجازة موصل أخني وخالي هادي أبو آشور ألام حاسين. أول تسجيلات بشوال بغداد والعفو عماد نوري الياس، أخني وعماد نوري الياس. فزروا موصل عماد وغدير زروا لهم مثيوا الأجهزة ومثيوا الكاسيتات، يعني شيء بسيط كبداية على سماعة دقاوة وقت وبدي له شغلة. أنا كنت ببغداد زلي يعني ملتحق لبغداد وشغلي تام تسجيلات تمام. أثناء داي فترة حصل لي خبرة تسجيلات، سواء ملتقي لي باي فترة مع عبد الله الرويشي، ملتقي والي من حكمة أبو الاستوديو، ملتقي والي من فنانين بوقتها حاني عراقيين كاظم وهيثم ومهند، فكل كاسي والجيبي التسجيلات تامة، لأن هو موقع دا وأبو التسجيلات صاحب تسجيلاتي وأبو عمر ومسؤولي فأنا نوار يحكون المحل. خلال هذه الفترة حصل لي طبعا خبرة وحصل لي علاقات قوية بشكاسة أجهزة المحل. وفترة الكويت يوم ده حصل أسوي فراغ من الكويت ونظائر مستلمن ونسخ دا بغدادي ونسخ داو محل مشين ونسخ دا بغدادي وطبعا تاما كم شغل داو محل تاما. هيدي بزون أجهزة كاسة وانا شغلات شغلين وشغلة أجهزة مشين ودا بغدادي فنطويرة شغلتن من أجهزة أكاي إلى جهاز تسجيل سريع 1/4 و1/1 أوتاري سوني، وبدي شغلات بعدين دكات وبعدين بدي سيدي. أول جهاز اشتروه البغداد السيدي ب 1990 كم شغله أخوة الجهاز بعد لكي دي وانا شميوه واخني من نفس الحالة، مجرد سيدي اوديو من دي قوي وحيد ومن دي اختيره. حتى بفترة حصلوا على نكتة بوقتها مزن اخوة المخ ابو الاجهزة وقتي ولح اوبن اول ما دم شغل مخ ما هذه الشغلة مير والله اني ما اعرف هاي الشغلة، اني ما اعرفوها من الاصل هيك شنو الشغلة ما ادري، عاطل صالح ما ندري. فاخني كم شغله على ضوء هذه التنيثة مخلاضة عاطل إلا قيلة أو بإنجليزي ليلة، فكم شغله أخوال بشيء بسيط بسعر. فبش هذه فقرة بش ذكر على طول هذه شغلة كل ما خازق غذاك ما تقى بغذاك معطخ والله شنو هاي والله ما أعرف هذا من الأصل هيك.
إيه بدير شغلتين ومطويرة هذي ورخشتن، وبدير علاقاتي من كاظم الصاهر، تسجيلات قاسم السلطان، باسم العلي، نمير عبد الحسين، ناظم، رعد الناصري، حاتم العراقي، علي العيساوي، فبشتري العلاقات حيلم. وتامع فنادق شيراتون، منصور ميديا بيش بلطخ وتامع تسجيلات. هذا الديوالي اخر بغداد بديوالي من داخل من داني جماعة الفنانين موصل، التسجيلات موصل، سو بقتح مناهل واستوديو مناهل، وهذا خلنا تسجيلات نهات، عالم موسيقى بسرجخانة، جامع الكبير، نشوان بجامعة، بصوت الثورة، باب الطوب، بسوق النبي، كرامة. بشي علاقات حلوة، ولي حد الآن ما شاء الله الحمد لله علاقات كثيرة وبسيمة. وبذكر أخ ناشي بذكر ناشي أمد مثل علام حاسيدة، وين المدير موجود كيف متواصلين منه، والحمد لله ولي حد الآن كيف مستمرين، والله كريم. فترة مشغلنا التسجيلات، أول فترة كنت ما منه خب قيطوة بشارع طبايوة دوكت صيدلية دي بخيت عيادة الدكتور أسامة بيث بهنا الناس سوا مقابلا سوا محسب متى حوان. هذا على طول كم دهر أخو مغذال مع الأخوة خناه قال باطو علينا أختو قال وأختو ميت وأختو بطخم دينخو ميت ويذ بغداد. إيه من دي خاصي أو غريبي وا فحصل لي وانا نقت بوقتها. هدي اللي فوق الناشف أول كاسيت بمشتهر والب تام أثناء داير فترة، سواء كاسيت كاظم الصاهر العزيز أنت ولي حد الآن لك ناشن يعني مواقف، وسواء كاسيت أرمني هاروت زمرو أغنية تحاني نانينا، وسواء كاسيتات إبراهيم طاطلس، زائدا سواء كاسيتات بدوية أنا عتابة وربابة. أنا كبداية بعد بطيئة ولا سواء هذا الشهرة لين، بس سواء أنا ثلاثة من ديان قوية حيلا، كاظم الصاهر، هارود الأرمني باية فترة، وإبراهيم طاطلس من ديان طبعا لك دخل كبداية ولا لك دخل ما أسوأ. فأي من دي مثلا كاللي ينزبون فلان من دي تخو طبعا خي خازخ شغلة غريبة لنا لك يدخل شمانة كسوة خشمانة كزوالا سواء موصل كزوالا موصل بالنسبة لجماعة موصل أخاني بدوية واني من شغلات كم بقى أخوة سواء تسجيلات بشارع حلب، تسجيلات ريان لي حدا صديقني لك الموجود، سواء تسجيلات الربيع دواسة هذا خورني له صديقني له مالك باخ خادمنا وخدمخنا من دي لك دخلك يخكس وخلك ممكن اخوه واهو كيوان باطلاعات تاعها وبعلاقات بخبرة تعديل فلان من دي اسم من دي خاصة، فلان من دي اسم من دي خاصة، هذا من دي بدراخش، هذا من دي بيري مطلوبي له هدي بتطلبين من خو. وانا طبيعتي اسوالي وهس ما دي خازنوا ما سنوا لك معتمدين وشولي دأجو معتمدين ومروينا شغلتي ده مستقبل الجليسة مباصر اسبوع مباصر 10 ايام ما اشتغل هذا من دي بالطلبية. فهذا خيار الشولي بديلي علاقاتي كامنوخ وبش انهك مساعدين الناشد ابو الشغلة دي وبش قديم منن خبرته ميوية ومستفيد لي منهم، وعن طريق ناشم كده خب مثلا كاجب المندي كل شمية مندي. فطبعا معانا اخوة دي الزوالي اني شغلة موصل كزوالي موصل يوم اكون قاضي والد تامة انكو يا شغلة ببغداد سواء سواق تاكسيات ببغداد على مثال سواء ساعة صغار على محاسي صباح ابو نصير صباح باباوي نزار صغار جماعة بفنور عامر ومنظر
جماعة بيداء جلال وكمال أني والسواق ديدي ديك مبلي والك ما ثوالي. فالزوالي نفس اليوم ودارنهم نفس اليوم على مود نسخة أصلية. الزوالي مثلا نسخة أصلية وبالأخص بالمملكة هو شغلة كاظم هيثم وآثوري. أنا لازم الزوالي خصوصي باطنهم بغدادي ماطنهم تاكسي نفس التاكسي لازم دارنهم ما حتى أحصل والي ب2000 أحصل لي والي شغلة طريفة يا حيل اخترت أحصل والي تحدي بيننا وبين وسام راما والزبون ديثوا سنان بردستا وديع بكحولة بين نسخ هيثم بين منطقته أي تايبخ منطقة لنا قمايك ما نيك مدلت إما قبيت لنسخة مير يا ريت إما دثيا بيني 5 نسخ. استوى تحدي يعني شغلات خاصة لك عائلية يا شغلة هو وسام ماني بسيطة له بدأت يالق نسخة أول شخص مستلم نسخة بعراق هاي التوت خطوالي من داخل بغداد زلي تجاد دار بيضاء أم جماعتي نولي يدخهم كوة تامة هيثم يوسف ماني يقبين نسخ وبطن الموصل أنا لكم زابني من لكم زبنة خل شي ثشوة مخشكة ماني هلي نسخ ده هيثم ودا وليت أبو الدخم تجاد دار بيضاء على مود البطن أنا الماطن البغدادي صوب شو 8 الماطن البغدادي موزعيتهم نفس الوقت لازم باش توزيعان مرة لا كيف انت واخلوخ ماني لا لازم تشاقنا المهم حصل لي اشكال بيننا بس وخلنا مكيوك بكاستات نسخ اصلية سكة محل تسجيلات دار البيضاء جواب شارع الجامعة بغداد مقابل جامعة التكنولوجية مشيت اتريسل وبيجا بليلك مخبريلي طونو تم بغداد تام بخالتي مخبريك ممي هالغدا استلم بس تك باغدي هذا ولخا شقل لي برد خالتي وزلي مستلم لي نسخ شقل لي تاكسي أرض إسوان غديدايا قبل دا بغدادي مشيت أخمش وبرجع أنا كنو موصل هو اللي نسخ دا بالموصل بالعالم موسيقى كميني تريكراتين ديدح مشاقني بضمان التيمي وثيلي آخر بغدادي مشيت أشت إلا السر زلي سنان كمان أستلم نسخ ديدو خلصا قمطي دا جماعة تخ فهذا في شوال تحدي باي فترة ب2000 يوم كاسيت هيثم يوسف ولي حد الآن ذكر هذا من دي كل ما ذيك مخابيري بأمريكا دا حاليا لا تأخير بخير كل ما ذيك مخابيري ذاكر هذا موقف اسوان قميصة طبعا كل اعتماد الدكات التسجيل البطيئة وزائدا سواء جهاز تسجيل سريع طبعا بين نسخة لنسخة طابع بين نسخ ذاك الموجود حاليا بيثك مخازنيك ومسكرة مخازقة بس هي مشترى بعد المحل دورنا إدام ومشترنا. المهم شو القميصة أنا بالنسبة إلي ويمكن حلم إيديلي بيش بس يوم دها لأن شغلة خو طقم بقاوح جاها خو بشولة هالمحضرن أغنية دولن كوكتيل تتأثر كاسيتات لازم حوطنوا ومرخشن وكاسيت هيدي هاتشمن أغنية وتخازن قياس جديدة فكم عاننوا بأغنية هذيك مكاملنا خلال أي فترة دمعة نخلة أو أي شخص ديك شامي وكاسيت لفة بمرخش على بلحظة لازم تشامي يألو بعدة مواقف حياته إني لك راخش بشارع إني لك تيو بيثة فكثير مواقف حافظ له هذا من دي بيش ذكر أغدالح هذا موقف ليه أغداها دي التكنولوجيا بلحظة إلى شغلة شمول لك مجبال أغنية بلحظة إلى عبور بصرح 100 غذاء ولهذا لا بيشي بأي طقمة هذا شو لك شماء ولك مستمتع بشغلة أبد كنت أحصل للتطور اسوى سيدي يعني خناوة كنقاوة بيش بس يميوة كواليتي دي حيل بس يميوة بس لم مستمرة
رأسا حصل له طفرة بقاوح الشغلة الانترنت، وبالاخص من كل الا انترنت نهي كل من دي مش شو مجرد شغلة داها بس صوتيات زائدا ايقاع زائدا ديسكو بس، مجرد صخب في صخب له بس، ككلمات كشولة كطرب يعني شغلات خنة مستحيل ننهي له كل من دي. ويوم عن يومك لك حاصلية تدهور بش حلو، صح مستقبل دخل من دي بسهولة بس فق دخل بش سريع بعدين، ولك شغلة خيطة ما بقاوح ليلة خميسة اليوم دي وكاسيت وكاسيت فيديو، شغلي بكاسيت فيديو هم خلال فترة تسجيلات أجر خوا بغداد، يعني هذا حكي لا آخر، ثم أجر خوا كاسيتات فيديو أيام مسلسلات رأفت الهجان ليالي الحلمية وأفلام يعني أجنبي مباصر أحداث الكويت. فسؤالي حيلة يعني إتلي خبرة حيل من ديانة باني الصوتيات على فيديوهات، بس لم يحصل لي الواس من غير بصوتيات بش حيلة كفيديو لا يحصل لي الواس حيل بقاوح، لا مستمر لي حيل بقاوح. اتلن آخر من دي اتنين شغلة ديك معانخو منا حبايا فترة انه تصليح الأجهزة. تصليح الأجهزة آخذ سؤالا انك عطلوا جهاز وبالأخص جهاز تسجيل سريع فجمعنوا تري 3 أجهزة تحصلي والي عطل شغلوا تاكسي وبطنوا البغداد اسوى مصلح صديقني وهم بشوارع صديقة يعني شمح محمد الدوري حسينية كرادة موضوع انه اجهزة قيبة حان تسجيل سريع دي خاطر مصلحة ولا الناس واخا تصليح لا اخا ولا موصل بس هو وحيد سواء اخا بعراق وسواء خنب اربل ممنوع اياه علينا ندي على اخوه فكزوان بغداد كزوان كان اخوه سيرة يوم تري فكتونه ببغداد تماما بخالتي هذا في وسيلة دي مصلحة اخوه اجهزة تسجيل سريع زائدا دكات. وبعدين بشتوى صديقا صميم بيعقوب شحولة بشكم مساعد لنا اخذ تصحيح فبشكو اخو اخذ تصحيح اخني يعني اشتروا منا قيبا بشكم شاغل واخو بشكم معتمد اخو اللح وجماعة موصل بشكاثي ولينا ما قدروا تسجيلات موصل كل اعتماد شولهب شو على اخر لينا اللي والصميم يعني هذا مندي اختيري وشي هذا شهرة بغداد بالنسبة لهذا مندي ولي حد الآن ذكريلا وكميلا لي حد الآن كم بقري الصميم وكم بقري التصليح يعني مندي اختيري وبايا فترة محصل لي وانا وكشكر اخو كل هذا مندي.